السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فطارنا النهارده سهل وبسيط: عصير ليمونية كبيرة او ليمونتين صغيرين وشوية خل كده محترمين، ونجيب بقى نص كيلو كبدة. الكبدة ما بتتغسلش طبعا، هننقعها بس في المحلول ده بمدة 5 دقايق، وبعد كده هنصفيها في مصفى. هنجيب هنا مية بصلاية كبيرة، وهحط معلقة توم صغيرة، وهحط بهارات لحمة، وهحط كمون وكزبرة وملح، وهنقلب بقى كل ده كده مع بعض. وبعد ما صفينا الكبدة كده من المحلول اللي احنا عملناها فيه، اللي غسلناها فيه في الأول، هنسيبها بقى في التتبيلة دي لمدة مثلا ساعة على الأقل. نجيب بقى البتنجان العروس كده ونقطعه، ونجيب بقى البتنجان الرومي ونحطه نشويه على النار. أنا بحب أشويه على النار، وبعد ما بشويه بحطه في كيس كده يا بنات زي ما انتوا شايفين، يعرق بس علشان القشرة بتاعته تتشال بمنتهى السهولة. هحمر بقى شوية بطاطس كده جنب الأكلة بتاعتنا النهاردة، أكلتنا النهاردة. ولو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم، عشان فطارنا النهاردة سهل وبسيط وجميل جدا. وبصراحة أنا أكلت النهاردة أكتر من أي يوم تاني. بعد ما البتنجان عرق كده شوية في الكيس، هنجيبه بقى كده ونفتحه كده وناخد بس الايه اللي جوه ده. ايوه كده. عايزه تضربيه في الكبه اضربيه، بس انا النهارده حبيت ان انا اعمل بطريقه سهله وبسيطه، يعني ايه. وحطيت معلقه طحينه من اللي احنا عملناها مع بعض، ومعلقه دقه من اللي احنا عملناها مع بعض، وملح وكمون وكزبره، ونقلبها كده. وحطيت شويه خل. وهنا البطاطس بتاعتي احمرت، وبعد كده بعد ما خلصت وقلبته كويس بالشوكه، هتهرسيه كويس جدا بالشوكه او تضربيه في الكبه. وبعد كده حطيت شوية زيت. هنا بقى هتحطي كوبايتين رد، عليهم كوباية دقيق، عليهم نفس البهارات اللي احنا حطيناها على الكبدة، بهارات لحمة وكمون وملح وتوم بودر. خلاص، ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده نعفر الكبدة بتاعتنا بعد ما اتبلت في التتبيلة بتاعتها لمدة ساعة. والبطاطس بتاعتي بعد ما خرجت كده بعد ما حمرتها، رشيت عليها بهارات البطاطس. واهم حاجه تبططي عليها كويس جدا عشان الطبقه تمسك عليها. والبتنجان، حمرت البتنجان واعمل له خلطه دلوقتي، اصبروا بس عليا. نحمر بقى الكبده بالطريقه العاديه، شويه زيت كده، يعني ما يكونش غزير قوي ولا يكون قليل قوي يعني. خلاص. وبعد ما تتحمر ما تقلبيهاش على طول، سيبيها كده لغايه ما تمسك كده والطبقه تمسك عليها، وبعد كده قلبيها. وهنطلعها بقى على بقدونس، يكون بقدونس ناشف جدا من الميه. تمام. بصوا شكلها يا بنات خطيرة، ولا طعمها جميل، والطبقة عمرها ما تفك منك، وطعمها جميل. وفطارنا النهاردة سهل وبسيط جدا جدا. بصوا شكل الكبدة بتتكلم عن نفسها. وطبعا هنا رنا بنتي بتحمر سمبوسة على العين التانية زي ما انتوا شايفين. بصوا البسبوسة دي، السمبوسة دي أساسي على الفطار كل يوم. بسبوسة ايه؟ السمبوسة دي أساسي كل يوم على الفطار والله عندنا. وعملت النهاردة المشروب، برضو عملنا الدوم باللبن، وعملت برضو تمر. انا بحب بعشق الدوم باللبن. انتوا لو عرفتوا الفوائد بتاعته يا بنات مش هتبطلوا ابدا تعملوه بصراحة. بصوا هنا بقى، قطعت طماطمتين، وحطيت 3 معالق دقة كده من اللي احنا عملناها مع بعض، وشوية كزبرة كده خضرة. وهنحشي بقى البتنجان ونحطه في الطبق كده، وفي طبق التقديم كده زي ما انتوا شايفين. ايوه كده. عايزة اقول لكم طعمه خطير جميل قوي. أكلة بصوا تفتح النفس. بصوا شكل سفرتنا وشكل فطارنا النهاردة: صوما مقبلا وإفطارا شهيا. وعملت سلطة بلدي. وبصوا يا جماعة شكل. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم. سلام عليكم، باي باي.